سيدي بلعباس السكه الحديده قلنا بان فيه خط يربط بين بلعباس والبشار، وخط يربط بين بلعباس وسعيده اللي يمشي الى غايه شرق الجزائر الى غايه تبسه، والخط اللي يربط بين وهران بلعباس تلمسان والحدود مع المغرب. في شطره الرابط بين الولايتين على مسافة 130 كيلومتر، بما في ذلك المنشآت الفنية الكبرى التي تخترق المسار الجبلي لخطي الخاص بالهضاب العليا، وسيربط بالخط الشمالي من وادي تليلات بوهران إلى الحدود الغربية مرورا بتلمسان، وسيشغل بالطاقة الكهربائية ولأول مرة بسرعة 220 كيلومتر في الساعة. ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة، ورشة وإنجاز كبير باستثمار إجمالي قدره 640 مليون درهم. والورشة جزء من مشروع الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء، الذي يشمل سلسلة من الإنجازات المرتبطة بهذا المشروع الهام، الذي سيؤمن خطا حديديا بين طنجة والقنيطرة وبناء العديد من المحطات والمنشآت السريعة. سيكون المغرب بفعل إنجاز هذا الخط الأول للقطارات فائقة السرعة أول بلد إفريقي عربي بفضل زيارة الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة من جلالة الملك، تعاونا إيجابيا بين البلدين ينمو ويتطور ويعزز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين. مشروع القطار الفائق السرعة تكريس للسياسة الملكية الطموحة لتأهيل كل جهات المملكة وتجهيزها ببنيات النقل واللوجستيك. وقد تمكن المغرب بحمد الله خلال 5 واجتماعيا متكافئة ولأجل تطوير نظام النقل الوطني للسكك الحديدية في إنجاز المخطط المديري لخطوط السرعة الفائقة بهدف بناء شبكة على طول 1500 كيلومتر مكونة من محور أطلسي يربط طنجة والدار البيضاء وأكادير، ومحور مغاربي يربط بين الرباط وفاس ووجدة. ويعتبر مشروع الخط الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء أولى مراحل هذا المخطط المديري، إذ سيمكن من تحسين جودة العرض من خلال تقليص مدة السفر والرقي بمستوى الخدمات، وكذا الراحة والسلامة المقدمة للزبناء. يضم هذا المشروع تهيئة منشآت محطتي القنيطرة وطنجة وبناء الورشة المقامة هنا Même pour l'abonnement, tu choisis ta langue, tu vois. Plusieurs tickets. Voilà. Alors plus, ok. Les 100 dinars. 100 dinars. Minutes pour que toi tu puisses composter tranquille. 400 dinars du voyage avec 40 dinars. Bah déjà c'est déjà pas mal. Voilà.
va aller à Bourbach. Regarde comment c'est beau les baronnières, c'est vrai. C'est magnifique. Regarde, mais ils sont en train de refaire tout comme ça. Regarde là, là. صح حكم لا يا عمر. يحتاجوا لو كنا عطيناهم الشك تاع سيسيلي وسيما كيما تروسي تخرج حجره دونك عندك سوسيتي جينيرال ولا قريبه
مشاهدينا الافاضل، رانا هنا بتريولي بمحطه باب الواد باش نروحوا نطلعوا في لو تيليكابين باش نجربوا لكم اليوم جي تيستي بور فو لو تيليفيريك ولا بلوتو لو تيليكابين، راح نتعرفوا على الفرق اللي كاين ما بيناتهم. هذه وسيله النقل اللي تسهل حياه الكثير. اما لا احنا بيان سور جربناها لكم، وبيان سور جو بونس كو راح نشجعكم ثاني باش تولوا تستعملوها. دوكا ما خصني غير نروح نشري تيكي ديالي ونطلعوا انا وبوب في لا تيليكابين باش نلحقوا من تريولي حتى لباب بوزريعه. هذه هي التذكره اللي تخليني نطلع في لا تيليكابين. الكوت نورمالمون 30 دينار. رانا من محطة واد قريش متوجهين إلى محطة بوزريعة عبر هاد لا تيليكابين. دوك شوفوا معنا وتابعوا معنا ساكو. دوكا نونتامي لا ديسونت، رانا في الهبطة نعاودو نولوا البوان ديبار تاعنا اللي هو كان في تريولي. دونك حاطين بوزريعة تريولي اون 10 مينوت. سي لو راب الكل جزائري اللي يكون عنده شغل في هاد لي دو بوان. اي وي نربحوا كاش 2 زور سيركولاسيون ولا بصح رانا في دون اون كابين غير انا وبوب. بصح لا كابين هادي نورمالمون ترفد 15 بيرسون جوستومون. فاسون كاين اللي تاع كاين الخير ولي كابين يصحوا الكامل. في قطاع النقل أضحى المصعد الهوائي بمدينة قسنطينة وسيلة فعالة لتكلفة. التليفيريك هذا مساعدنا بزاف في التنقل تاعنا. ولا واحد من الناس عندي سيارة تاعي تسمى كان خليتها في البارك وراني قاعد نتنقل درك في التليفيريك. بالنسبة للتليفيريك خير من تاكسي والسعر ماهوش غالي، ويعني مع المجتمع كله لقينا. ساهمت منذ إنشائها في سنة 2000. 1200 متر هي المسافة التي تمتد عبرها المصاعد الهوائية، والتي باتت جانبا من الجوانب المهمة التي تزين مدينة الجسور. ها هي هذه الوسيلة المحبذة في النقل تعود إلى نشاطها وعلى نفس الخط الرابط بين عنابة وبلدية سرايدي بعد أن عرفت تجديدا يكاد يكون كليا. الرحلة في غرف معلقة بين عنابة وسرايدي تقطع في ظرف 13 دقيقة أو أزيد بقليل حسب الظروف المناخية، مجنبة المواطنين وبشكل أخص التلاميذ والطلبة معاناة الانتظار لامتطاء السيارة والوصول في الموعد إلى فضاءات الدراسة. حاجة مليحة يعني الناس. سيرتو احنا نقرأ في الجامعة ثم نطلعوا طول فيه تسعى مؤسسة النقل الحضري بعنابة التي أوكل إليها تسيير التليفريك بدلا من بلدية عنابة سابقا تسعى إلى المحافظة على هذا المكسب وتجعل منه سندا للسياحة كذلك. اليوم فيها متميزة ونكهة تزداد حلاوة كلما كان الصفاء، وعند الربيع يدغ بجي مختار وسرايدي باخرتان جديدتان تدعم بهما قطاع النقل البحري الداخلي ببلادنا. الشركة الوطنية للنقل البحري وضعت 4 خطوط لنقل المسافرين بين الولايات الساحلية بجاية العاصمة، سكيكدا عنابة العاصمة شرشال، ووهران أرجيو، وبتسعيرة لا تتجاوز 1200 دينار جزائري. فيه السعر العائلة، فيه السعر لي جروب، فيه السعر للطالب، فيه السعر تاع لابونمون اللي يروح يمشي عادي، فيه السعر لي بيرسون ا موبيليتي ريدويت كما معمول به في التراموي ولا في المترو ولا شي عادي يوميا.